عدنا إليكم ثاني مرة يا متابعيني. طبعا بعد ما أنا الآن جهزنا كل حاجة، الآن نجيب سمكة العرايس. هذه طبعا بهذه الطريقة، وهذه شكلها أصلا، وهذه كشكلها بس عشان تعرفون كيف شكلها. فتحناها من النص سمكة العرايس. نجي طبعا حطينا له الفلفل الرومي والطماطم والبصل، ونجي نرش عليها شوية الثوم مدقوق، نحط عليه رش شوية ثوم هنا عليها، وطبعا دهناها بالزيت شوي، ونجي نحطها بهذه الطريقة ونرش الثوم من فوقها شوي هنا. رشينا الثوم، ونجي نحط برضو الفلفل الرومي والطماطم والبصل، شرايح البصل عليها، ونصب عليها اللي هو التوابل اللي كنا خالطينها مع بعض. نجي نصبها مظبوط، ونحط عليها شرايح الليمون نفس الحكاية عشان تعطي نكهة. هي راح تدخل الفرن طبعا، فتطلع جدا لذيذة وطعم جدا جميل. هنا حط البصل وانسى اللي حصل، حط البصل وانسى اللي حصل ما بيننا. نجي برضو نعود نحط اللي هو برضو شرايح الليمون عليه عشان تعطي نكهة مع الفرن والطماطم. هذه تبقى ساعة ونص في الفرن على درجة حرارة 250. ورش الثوم عليها.